بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. مرحبا بكم معنا اليوم ان شاء الله. عندي لكم وصفتين. الوصفة الاولى، هذا العصبان كان عندي من العيد، خدمته في العيد. وشنو هي؟ ما طيبتوش، درتهم في الكونجيلاتور وخبيتهم. كنت ديجا طيبت منه من قبل، وهذا اللي بقى لي نكمل نديرو اليوم معاكم. شوفوا شحال العيد مجوار، انا جونفي يبقى على حاله، يجي بزاف بنين، يجي بزاف شباب، ويحافظ كامل على البنه تاعو. شنو هي؟ لازم ندوزنوه مليح. انا هنا بعد ما جبت هذاك العصبان كنت قطعت البصل مع الثوم مع شويه حشاوش مع دنوس وقصبر وفليو، درتهم كامل هكذا يتقلاو مع بعضاهم. واكيد لهنا رانا رايحين نزيدو شويه الملح، باسكو من بعد راني حنمرقوا. لو كان ما نديروش الملح او يجي مسوس معانا، يجينا صامت ما يجيناش بنين. هنا نبقى هكذا نقلي في هذاك العصبان مع هذيك البصل والثوم وهذوك الحشاوش كامل باش يطلقوا البنات تاعهم. ومن بعد نجو لازم نزيدوا عليهم ثاني، نديروا لهم شويه تاع لي زيبيس، ما نديروش حاجه كبيره. تحبوا تعاودوا ديروا لي زيبيس اللي كنتو درتوهم داخل. هذا قزبر مرحي، الوغ هو يحب القزبر. ونديروا زوج مغارف تاع كرويه، اني درت مغرفه تاع قزبر مرحي، مغارف صغاره، ونزيد عليهم زوج مغارف تاع كرويه ونمرق. انا هنا برك كنت نسيت ما درت لهمش العكري والثوم بودره. دوك نزيد نكمل نديرهم معاكم. هم ليكم ثوم بودره وشويه عكري، ومرقت كيما شفتوا. نغلق لاكوكوط ونخليها ساعه على نار قليله حتى يطيب معانا. وما تكثروش الماء، شفتوني ما درتش بزاف قسمات، غطاو هذوك الحبات تاع العصبان. وشوفوا بقى فيه الماء، ما تخافوش كي تكثروا له الماء راهو رايح يجي معاكم صامت. انا صرات لي مره هكذاك، كثرت له الماء تقول غسلته وخرجته ما جات فيه حتى بنه. هكذا كي تدوزنوه مليح، شوفوا هذيك المرقه تاعو راهي تبان بلي شابه وبنينه. هنا تقدروا كي تقطر العصبان تقطروه لهنا يبرد معاكم شويه، تعاودوا تحمروه. وهذيك المرقه تاعو مش حنخليها هكذاك، راني حندير فيها الروز. راهو رايح ثاني يتنكه بهذيك البنه نتاع العصبان، ويجي معنا بزاف شباب منها. نكهو الطبق تاعنا ويجي يعني نزكيوه يجي معنا بزاف شباب. اوليكم لهنا هذاك الروز بعد ما طاب ودا كامل هذيك البنه تاع العصبان. اي هنا الحبه تاع العصبان نقسمها معاكم، تجي بزاف بنينه وريحه العيد في الدار. يعني ريحه تاع العصبان عبقت الدار مالغري. شوفوا شحال من اللي فات على العيد، بصح بقى هكذاك الشباب سورتو كي دوزنوه مليح راهو رايح يخرج معاكم هايل. انا هنا كملت هذه الوصفه، هذا اللي كان بقى لي من ريحه العيد اليوم خلاص معانا. نجي ندير معاكم ثاني بسبوسه، وصفه هايله ما تندموش عليها. اللي ماشي مولفه تنجح معاها البسبوسه نقولها جربي هذه وردي لي بالخبر، حتجي معاك بزاف شابه وحتعتمدي الوصفه. نبداو بالسيرو هو الاول باش يبرد معانا. نديرو 3 كيسان تاع سكر، الكاس العادي اللي تعرفوه كامل، ب6 كيسان تاع الماء الدوبل تاعو. ونديرو معاه طرونش تاع قارص ونديروه يغلي. بعد ما يبدا يغلي نحسبوا له 10 دقائق ونطفوا عليه. هنا نجيو نوجدوا البسبوسه. انا هنا نديرها في سنيوه كبيره، سنيوه تاع 30 على 40. ندير قشور تاع حبه تاع قارص، لافاني والملح كيما راكم تشوفوا. القرصه تاع الملح ما تنساوهاش، راني دايرتها في الطرف. السنيوه هذه تاع 30 على 40 حترفد معنا 6 حبات بيض، كاس زيت، كاس سكر، كاس حليب، زوج مغارف كبار تاع فرينه، زوج باكيات ونص تاع خميره، تقدروا ديروا حتى 3 باكيات، وثلاثه كيسان تاع سميد موله. كيش ما شفتوا معنا البسبوسه تجي بزاف شابه بالسميد موله، يخرج معنا هايله. نديروا هذيك 6 حبات تاع البيض مع السكر، نخلطوهم مع هذاك الزاز تاع القارص. وإلا كان عندكم ثاني الزاز تاع التشينه تقدروا تبدلوا، اللي ما يحبش القارص يدير القشور تاع التشينه ثاني تجي بزاف شابه. نخلطوهم غير بالفوي، هنا ما كان له كامل تستعملوا الباطور، غير بالفوي هذا ما كان. نحلوا شويه هذاك السكر مع هذاك البيض كي يتحل معانا. نبقاو نزيدوا حاجه بحاجه، نزيدوا ثاني الزيت، الكاس تاع الزيت، الكاس اللي بدينا به هو اللي نكملوا به. نخلطوا ثاني شويه تاع الزيت، ومن بعد نزيدوا الكاس تاع الحليب ونبقاو نخلطوا. من بعد نزيدوا باقي المكونات الجافه، بدينا بالمواد السائله ومن بعد نروحوا للمواد الجافه. هنا كل شيء راه بالعبار، يعني ديروا واش قلت لكم اي حتخرج معاكم هايله. حتى سنيوه راني مديت لكم العبار نتاعها. وتقطع كميه، انا شوفوا كي قسمتهم الحبات كبار عطاوني 20 حبه.
نتوما الا كان تحبوا تصغروا شويه في الحبات راهم حين يخرج لكم اكثر من 20. هنا نديروا الكاس الاول تاع السميد، السميد متوسط تاع موله، نديروا منه 3 كيسان كاملين، ونزيدوا ثاني 2 مغارف كبار نتاع فرينه، هنا لازم ديروا فيها الفرينه، ونزيدوا ثاني الخميره الكيميائيه كما خبرتكم. انا هنا دايره 2 باكيات ونص 25 غرام، تنجموا ديروا حتى 3 باكيات تاع خميره، ويحد تخرج معاكم العلو تاعها تجي معاكم عاليه، تخرج معاكم شابه، ومن بعد تشوفوها معنا في الاخر كيفاش تخرج معنا، تجي معنا بزاف شابه، تجي مشربه. ومام الشربات للسيرو هذاك هو يجي سواسوا. شوفوا الكاس اللي عبرنا به السميد والزيت هو اللي عبرنا به السكر والماء. فهاد السنيوه تاع 30 على 40، 3 كيسان سكر 6 كيسان ماء، هذاك هو العبر، تجي معاكم سواسوا، ما تزيدوا ما تنقصوا. نبقى نخلط فيها هكذا، وكي نخلطوها نكونوا سنيوه دهناها بالزيت ودرنا لها شويه تاع فرينه. هنا ما بعد ما نكملوا نخلطوها ما نروحوش مباشره نفرغوها في سنيوه، نخلوها تريح هكذا في الريسيبيون تاعها واحد 5 دقائق كما راكم تشوفوا. اني شتا هنا راهي ثقالت شويه، دوك نفرغها. الا كان شفتوها نتوما مازالت خفيفه معاكم سا ديبون سميد اللي راح تستعملوه، تقدروا تزيدوا لها واحد 2 مغارف تاع سميد ماشي كثر. الا كانت بانت لكم بلي مازالت معاكم خفيفه، انا هنا راني نشوف فيها ثقالت، راهي جات معانا سوا. وانتم كيما تعرفوا كل سميد كيفاش داير. نفرغوها في سنيوه وندخلوها للفرن على 180 درجه حتى تدي معاكم من 25 حتى 30 دقيقه، وتكون طابت معاكم. راكو تعرفوا ديروها في الوسط، ومن بعد كي تشوفوها حمارت من الطرف دخلوا فيها الموس. الا كان شفتوه خرج ناشف حطوها للتحت وشعلوا لها من فوق خلوها تحمر معاكم. هنا بعد ما وجدت هذيك السيرو تاعنا نفرغوه. انا بدلت الكاسرونه باسكو الاخرى كانت شويه صغيره. نجي نزيد عليه 3 مغارف تاع عسل اللي نشروه من الحانوت نورمال، عسل ثقيل هذاك، نزيدوه عليه هكا باش يعطيها نكهه شابه. هنا شوفوا بعد ما جازت نص ساعه اوريكم هنا الموس اللي درتو باش نتاكد باللي طابت معانا وتاخذ معنا هذا اللون شباب اللي راكم تشوفوا فيه. وهنا ملاحظه اللي يحب يدير لها لي زامون ديفيلي من الفوق قبل ما تدخلوها للفرن كامل الطيب، كي تفرغوها في سنيوه تقدروا تفرغوا لها كامل من الفوق وحين يطيبوا معاها ويحمروا يخرجوا معاكم شابين. شوفوا لهنا مباشره من بعد ما خرجت معانا هذيك السيرو كان برد معانا، نفرغوه ما تخافوش ديروه كامل هكذا، فرغوه بشويه وهي راهي تشرب معاكم كما راكم تشوفوا. شوفوا لهنا راني فرغته كامل، راكم تشوفوا تبان باللي راهي بقات فيها الشربات السيرو كما راكم تشوفوا. دوك نعطي لها 2 دقائق برك ونعاود نوريها لكم وتشوفوا كيفاش نشفت معنا. فم شربتها، هاي ليكم هنا شربتها كامل، راهي دات كامل حقها. ما تقطعوهاش دركا، ما تقلقوش عليها تروحوا تقطعوها. انا شوفوا درتها جويه ال11 جويه الزوج باش قطعتها، يعني خلوها تريح على الاقل، عطوا لها 2 سوايع يعني تشد روحها وتتشرب بغرضها باش كي تجوا تقطعوها تبقى معكم شابه، ما تتفتتش معكم، ما تتخسرش معكم. ليكم لهنا شوفوا راني قطعتها انا كما راكم تشوفوني درتهم حبات كبار، تقدروا تصغروا على الحبات اللي درتهم وتعطيكم كميه اكثر. انا عطاتني 20 وحده. شوفوا الحجم تاعها كيفاش تجي معنا، تجي معنا شابه 2 باكيات ونص تاع خميره كانت كافيه باش تعطي لها الحجم تاعها الشباب المناسب اللي باش تخرج معنا الحبه شابه كما راكم تشوفوا في الصوره. شوفوا لهنا ما تفتتش معنا ودات حقها تاع السيرو شربت، تجي معنا بزاف شابه. وهنا التزيين كما خبرتكم تحبوا ديروا لها لي زامون ديفيلي من قبل يطيبوا معاها ويحماروا كامل، ولا تحبوا تزينوها بنواه كوكو، ولا ديروا لها الكرز من الفوق هكذا تزينوها. كل واحد كيفاش يحب يزينها وكل واحد واش عنده في دارو. انا هذا واش كان، هذا واش درت لها. شوفوا كيفاش تخرج معنا شابه، تجي معنا عاليه وتجي معنا مشربه، واهم شيء انها تجي معنا خفيفه، تجي هايله. الوصفه هذه اذا كان جربتوها راكم رايحين تعتمدوها ومحال ما تنجحش معاكم. كما توالم بزاف مع لاتاي، كما تعرفوا الحاجه المعسله دائما تجي مع لاتاي. وكما في شهر رمضان ان شاء الله الا كنا منحيين تقدروا ديروها للسهره تاع رمضان، ديروا سنيواي حتشد معاكم السمانه كامله. تجي شابه بزاف خاطر هي حتجي خفيفه معاكم ماهيش حتجي ثقيله، وراهي مشربه بالسيرو. تجي الحلاوه تاعها تجي معتدله، ماشي كيما الحاجه اللي تكون مشربه بالعسل دائما تجي قاطعه تجيك شغل تقهم. هذه
كاع ما تقهمكمش، تجي بزاف شابه. ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها. الى ان القاكم في وصفه اخرى، دمتم اوفياء، سلام.